نداء إلى كل من يهمه الأمر. لا دي مش هتنفع، دي مش هتنفع. ثواني كده. نداء إلى كل من يهمه الأمر على المقيمين في نادي الزمالك وعلى الإدارة وعلى الإداريين نفر نفر وعلى أعضاء النادي. الحقونا 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 الحقونا. احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. كابتن حسين سمعنا حسك، المركب غرقت ولا لسه؟ هشام يا نصر فين الصفقات؟ فريق الزمالك محتاج بطولات، غرقتوا النادي. يعني انتوا الصبح بتروحوا النادي بتعملوا ايه؟ انتوا كإداريين بتروحوا النادي الصبح بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه؟ تروحوا تفطروا من على عربية الفول وتروحوا يعني ولا ايه؟ مين اللي بيدير اصلا الكرة في نادي الزمالك؟ ما هو كده مفيش إدارة. بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده مفيش إدارة. المفروض ان الواحد كان يطلع يتكلم عن الماتش وايجابيات الماتش، وان ناصر منسي بيسجل والجزيري بيجيب ثنائيه وعبد الله السعيد عامل كل حاجه في الماتش. المفروض يكون الواحد طالع يتكلم عن الحاجات دي، بس في حاجات انت بتعملها كاداره بتغطي على اي مكسب. الحديث دلوقتي عن الاداره اللي مش عارفه تعمل اي حاجه خالص. قدامك الاهلي تعثر في 5 ماتشات رايح يجيب طوب الارض. الواحد مش هيستحمل يسمع السرينة تاني في بن شرقي، خلاص مش هستحملها. الاهلي بادئ مع الواحد من بدري خالص، من اول صفقة مؤمن زكريا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. صفقة مؤمن زكريا دي من ساعتها بقى وانت جاي الاهلي كل مدى بيعلي على نفسه. يعني انت بتتكلم على صفقة مؤمن زكريا وهو رايح الاهلي، لما راح من الزمالك يعني للأهلي كان أحد أهم أسباب وإن لم يكن الأهم في فوز الزمالك بالدوري. بس الواحد ما كانش فيه حتة الغيظ والغل دي. ليه؟ لأنه وقتها الأمور كانت غير دلوقتي. الأهلي كل مدى عمال بيعلي على نفسه. مؤمن زكريا راح قدم على الأهلي بشكل إيجابي جدا جدا، عمل بحق الصفقة بأمانة. الأهلي كل مدى بيكيد في الواحد، وكل مدى الكيد بيعلى بسقف طموحاته. هو الوحيد اللي بيعلي على نفسه. وانت كأهلي برضه انا مش فاهم انت يا عم انت عايز ايه من الدنيا؟ انت اخر 20 دوري ابطال، اخر 20 نهائي دوري ابطال انت لاعب منهم ال20 ولا لاعب 19؟ اخر 5 نهائي، اخر 5 افريقيا انت واخد منهم 4. كل 10 سنين ولا 15 سنة الدوري بيروح منك مرتين 3. فانت عايز ايه من الدنيا؟ اتعثرت 5 ماتشات رايح بن شرقي وتريزيجيه ايه يا عم؟ تحدد دسلك على طرف، ما انت في حالك، مفيش حد بينافسك، مفيش حد قريب منها، مفيش حد اي حاجه. فحته الاهلي دي، هو الاهلي بصراحه هو صايع اداريا جدا، هو ناجح. ده نجاح لان الكره دلوقتي احتراف، مش حته لعيبه بس. انا وانت دلوقتي كمشجعين، حتى لو انا حتى زملكاوي وبتعرض عليا زمالك ولا اهلي، هقعد افكر فيها 100 مره وانا زملكاوي. ليه هختار الاهلي؟ الاهلي فيه استقرار اداري، استقرار فني، لعيبه بتاخد مستحقاتها في مواعيدها. ده مش موجود في الزمالك. الزمالك مفلس، نادي مفلس. فالاهلي بيلعب على الحته دي حلوه قوي. والاهلي في حته الكيد بقى زي ما كنت بقول بيعلي على نفسه. يعني بعد مؤمن زكريا عمل ايه؟ اما علي شويه، اما عامل ايه؟ قام جايب كهربا. يا عم ده كهربا مش قادر يجري ولا قادر يلعب واحنا مستحملينه بالعافيه. ارجع للتاريخ وشوف كهربا وقت ما راح من الزمالك للاهلي. سيبك من الفرقه اللي هو راح 2 ويك اند دول، عمل شوبينج وجه على الاهلي الفريق الكوبري ده، سيبك منه. ارجع لوقت ما كهربا راح الاهلي من الزمالك وافتكر وقتها لما كان الزمالك بيلعب في افريقيا وماتش النجم، لما علي جبر اتطرد في اول 10 دقائق او في اول ربع ساعه، والزمالك لعب الماتش كامل ب10 تنفار. حرفيا كهربا وايمن حفني كانوا بيلعبوهم لوحدهم. وقت ما الاهلي خد كهربا من الزمالك، كهربا كان اهم لعيب في مصر مش في الزمالك بس. عايز تضحك على كلامي؟ اضحك، ارجع وشوف وقتها، شوف كهربا كان عامل ازاي وقتها. فالاهلي بدأ بمؤمن زكريا، اما علي بكهربا، اما عامل ايه بعدها؟ اما علي بس على شويه بقى حلوين خالص، في امام عاشور. وحته امام عاشور بقى اللي بيحصل اليومين دلوقتي في صفقه بن شرقي هو تيبيكال.
بالظبط اللي حصل في صفقة امام عاشور. جمهور الزمالك في حالة استغراب شديد، مش فاهم اصلا ايه اللي بيحصل خالص، وعمال يدي بوستاتها الصفقة باظت ومش عارف ايه، وجمهور الاهلي يرد وجمهور الزمالك يرد والاهلي يقوم رادد. نفس بالظبط اللي حصل في امام عاشور، لحد ما هتيجي في الاخر ايه؟ هتسمع السرينة. انا بصراحة مش هقدر اسمع السرينة في بن شرقي خالص. يعني هو كفايه امام عاشور. الاهلي بينشل في، مش في حته صفقات بقى وفلوس وباخد المواهب بتاع الزمالك، ده بيكسر. والاهلي بيلعب نفسيا حلوة قوي في الحته دي، لان الصفقات كمان مش مؤثره كحته فنيا، ده هو في حته فنيا هو معلي قوي. يعني واخد مؤمن زكريا في اوج عطائه، وهو كان احد اهم الاسباب في ان الزمالك ياخد الدوري. كهربا نفس الكلام، امام عاشور نفس الكلام، اهم موهبه دلوقتي في مصر. وبن شرقي، ده بن شرقي يعني بص، الاهلي فعلا بيلعب نفسيا. يعني الحته دي بتاثر نفسيا جدا. عارف انت اللي هو بتقتل الخصم بتاعك قبل ما تنزل له الملعب، بلعب عليه نفسي بقتله. ده اللي الاهلي بيعمله. صفقه بن شرقي دي لو تمت خلاص شكرا كده، انسى اي حاجه. واداره الزمالك متقبله المواضيع دي كلها بسلبيه جدا. انت فين يا معلم؟ احنا ما شفناكش رحت جبت لاعب من اسوان حتى. يعني هو بيتكلم في الصفقات اللي هو بيتكلم فيها النهارده دي وهيتمها، هيخلي هجوم الاهلي في تريزيجيه وبن شرقي وسام ابو علي وامام عاشور وحسين الشحات، وانا بلعب بكامل مع كامل الاحترام طبعا، ناصر منسي وزيزو ومصطفى شلبي. طب يعني لا، ويجي يقول لك في الاخر ايه بقى؟ هو ليه الزمالك ما بياخدش بطولات من الاهلي؟ هاخد منه بطولات ازاي بالنظام ده كده؟ انا اخري اغفل الاهلي في بطولة، في بطولة كاس مثلا، اخد منه دوري مش هعرف اخد منه التاني، لان في هناك ادارة، في صرف، في ناس ماشية صح وبتشتغل صح، في سكاوتنج صح. انا الكلام ده كله انا ما اعرفش عنه اي حاجة خالص في الزمالك. انسى ان انا اخد منه بطولة. انت كده بتقول لي اعمل تصارع بين عربيه بورشه و128 بيضه، لا وانت عايز ال 128 بيضه عايز ال 128 هي اللي تأدي وهي اللي تعمل. اخر اخطف من الاهلي بطوله مش اكتر من كده. زي ما بقول لك ليه صعب ان انت تاخد بطوله من الاهلي؟ لان الاهلي شغال صح. الاهلي ما بيستناش ان هو يقع موسم او اتنين او تلاتة، ده بيحصل في الزمالك انما مش هتلاقيه بيحصل في الاهلي. يعني انت لما تبص لاخر كام افريقيا، اخر 5 افريقيا، هتلاقي الاهلي واخد 4 مثلا. انا مش فاكر قوي بس حاجه زي كده. الدوريات كل 10 سنين بيروح منه دوري. دلوقتي ايه اللي تم؟ الاهلي ما لحقش حتى اصلا يقع نص موسم، وقع له 5 ماتشات في اداء سيء بيتقدم. قام عامل ايه؟ شغل يا باشا الشغل، اصرف، هات صفقات، شوف اللي ناقصك في الفرقه. الناس شغاله صح. انت مش هتقارن اللي شغال صح بيك، لان انت مستحيل تقارن بيه في الحته دي. في فرق كواليتي وفي فرق سكوادات في فروقات كبيره قوي انك تاخد اي حاجه من الاهلي. وبعدين انت كاهلي، هو انت حد زعلك؟ يعني انت حد جه جنبك؟ ايه كل الصفقات دي وايه السكواد اللي انت عايز تعمله ده؟ انت حد جه جنبك في القاره كلها مش في مصر بس؟ ما حدش جه جنبك. انت ناقص تتعاقد مع نادي الزمالك، ناقص اشوف كده، افتح التليفون اشوف ان رسميا الاهلي يتعاقد مع نادي الزمالك، وتعمل نهائي القرن من جديد، فريق الاهلي سابقا والاهلي حاليا، وتعمل السكوادين بقى. انت ما فاضلكش في سكواد اللي هو لعبك النهائي بتاع القاضية ده غير هو طارق حامد وفرجاني ساسي. ده هي لا تكون بتفكر فيهم هم كمان. لا، وجمهور الاهلي غريب جدا، زعلان ان علي معلول خلاص وماشي ومش، امال جمهور الزمالك يعمل ايه يا جدعان؟ جمهور الزمالك يعمل ايه؟ انت بتتكلم في طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وبن شرقي طارق حامد ده لوحده كان يتفك باتنين تلاتة لعيبة. جمهور الزمالك ده يعمل ايه؟ انتوا غراب جدا والله. يعني ما تشبعوش. انت عايز ايه من الدنيا تاني؟ صراحة اتمنى ان ادارة الزمالك تعمل اي حاجة في الايام اللي جاية دي. اتمنى من كل قلبي ان احنا نعمل اي حاجة. وانتوا معديين بقى على نادي الزمالك كده بالمرة، في واحد عندنا اسمه زيزو كده، بقوا اتعاقدوا معاه. طالما انتوا دفيعة كده ادفعوا فيه اي حاجة، احنا كده كده اصلا ايه مش عايزينه، هو خانقنا وانا ضد اصلا ان هو يجدد والله اساسا. يبقوا خدوه بالمرة.
وبس يا معلم، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.